ده زياد طارق ده ازاي يمشوه؟ ده عايزين يمشوه ازاي يمشي؟ يعني في لعيبه لا بص، السنه اللي فاتت تحديدا، ما هنا بص، انا بكلمك بجد، انت سالتني والكابتن مصطفى اتكلم، خلصت يا كابتن؟ طيب، اول هام المدير الفني. الاداره دي خلاص ما معروفه بقالها مثلا 4 سنين، ماشي، واخد بالك؟ وبعدين اداره الاهلي والزمالك هي اللي بتجيب اللعيبه، واخد بال حضرتك؟ انا لو مدرب، مثلا مدرب ليا اسم وهتجيبني مثلا من بره، قبل ما اجي اقول لك ما تجيبش لعيبه واشوف اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت، لان انا جاي قبل الموسم السنه دي، صح؟ ويتفرج وهو يقول احتياجاته ايه، وبعد كده انت تجيب كنادي اهلي. انما هم بيجيبوا وبعد كده فصل انت بقى يا عم. فهو الراجل لما جه، واخد بال حضرتك، لقى اللعيبه دي، وبيني وبينك مش هيقدر يمشي حد. هتقدر تمشي حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، قفشه، السوليه، كل الكلام ده حد يقدر يمشي؟ لا، هم كانوا مريحين عشان يرجعوا. طيب لما رجعوا مفيش اي بصمه خدوها من المدرب. مدرب من اول ماتش لغايه النهارده يا عم اسلام مفيش تطور. يعني انت ازمه الاهلي في المدرب والزمالك ازمه الاهلي والزمالك مش في الاداره، مش في المدرب. ما خلي بال حضرتك، ما انا دلوقتي بتتكلم عن الناحيه الفنيه. الناحيه الفنيه ما هي بتاعتي. هو انتوا أيوة. هو المدرب ده بيجي ناحيه نفسيه؟ لا، المدرب عموما بيجي ناحيه نفسيه وتربويه ولا ناحيه فنيه الاول؟ وبعد كده يبدا بقى بعلم النفس والحاجات بقى اللي هي ايه، بتقرب اللعيبه من بعض والكلام ده. انما هو في البدايه فني. فلما جيت ولعب وقال لك يا ده عمل هو بص برضو اللي مخلي النادي الاهلي كده اعلامه، او الاعلام اللي هو عمال يطبل له على الفاضي وعلى المليان. اول ما الراجل جه وقام جاي كسب الماتش قال لك بس، مع ان اقسم بالله وحياه ولادي اول فيديو شفته له يا كابتن وهو بيقول لك ايه داخل النادي الاهلي بيقول لك ايه هو الحركه دي؟ قلت له مهجار. طيب انا اقول لك حاجه على الراجل. لا يعني اقسم بالله انا بس احترمنا. اقول لك حاجه على الراجل يا اسلام. قلت ان هو قليل فنيا. ايوه لكن ماشي. اسلام رضا انا بقى بالهجار. رضا اسلام اول مره اشوفه في ماتش الاهلي والزمالك في الامارات. انا مش عايز اقول لك انا كنت في منتهى السعاده. عملنا ماتش على الزمالك ما حصلش عشان مفتي، ما حصلش عشان مفتي اللي الناحيه الثانيه هو اللي اداله. لعبت يعني الزمالك. بص انا كنت بص رضا هو المفتي ده وحش يا رضا يا عبد العال. رضا يا عبد العال اسمعني بس كابتن رضا بس لازم نديله احترام الراجل يا اسلام. وكده انا بقول لك فيها يا جدعان الكوره انا في رايي الشخصي لعيبه رقم 1. اللعيبه ايوه احنا كنا لعيبه، مش احنا كنا كابتن الجيل ده غير ده يا كابتن. احنا بنتكلم كابتن مصر. كابتن مصر رضا استنى بقى. لا كابتن مصطفى لا معلش. لا معلش. بص الكابتن مصطفى يا ابني استنى بقى خلينا نتكلم كلمه بقى. مش اسلام كابتن مصطفى. تعال هكلمه مالكش دعوه هو ايه. بص يا كابتن مصطفى الجيل ده غير الاجيال بتاعتنا يا كابتن. يعني انت مثلا كنت بتسلمها للكابتن صفوت. انا كنت بتخانق مع اكرام وثابت تدوني في رجلي ما تشوتش صح. ليه؟ عشان تديها للكابتن صفوت في رجله، عشان الكابتن صفوت يعمل شغله. انت كوره بتيجي لحمدي فتحي وللسوليه والديانج اقسم بالله كأن تربه حشيش مسكها، ماشي كأن مثلا كهرباء كأن مسك موتور. هسألك سؤال. اسلام هسألك سؤال يا رضا. لا يعني الكوره بيتخضوا. يعني ماشي نعتذر بس. بص نعتذر. اسلام رضا احنا عندنا كام فرقه في الدوري الممتاز؟ 18. طيب جبت اعظم 18 مدرب في العالم. خلاص اعظم 18 مدرب في العالم. فرقه هتنزل ولا مش هتنزل؟ ايوه فرقه هتنزل. طيب ليه بقى؟ ليه؟ عشان في فرقه مثلا امكانياتها مش زي الاهلي والزمالك وبيراميدز. امكانياتها فين؟ امكانياتها الماديه واللعيبه. طب ما انت تبص المحله دلوقتي جايبه ايه؟ مدرب على قد الحال، صح؟ هل ان بابا فاسيليو ده مكسر الدنيا في اوروبا؟ لا عنده لعيبه كويسه. ما هي اللعيبه بتاعت السنه اللي فاتت يا كابتن، بس هو طور. ما احنا بنتكلم ايوه هو طورها. ما احنا ده اللي انا عايز اوصله. ما هو ده الفرق. واحد فاهم. ليه بقول لك على ايمن الرمادي مختلف؟ لانه طور اللعيبه اللي انت بتقوله ازاي اطلع احسن ما عندك.
ده بقى ايه؟ مدرب. تطوير مدرب، رؤية. كابتن مش رضا. لعيبه المحله. رؤية. هل احنا دلوقتي في الدوري المصري بنمتلك مدربين يقدروا عندهم القدرة على التطوير او ان هم يطوروا اللاعبين، مدربين مصريين؟ لا، قولا كابتن واحدا لا. مصطفى. ايمن الرمادي فقط. لا بس. لسه برضه يا كابتن انا اعرف معلش بص انا اعرف ايمن. طب. معلش أنا بقى، أعرف. احنا شكرنا فيه، بس نستنى نديله كمان 5-6 ماتشات. انا اعرف ايمن الرمادي كويس طيب قوي. يبقى ايمن الرمادي. أيمن طيب الرمادي. علي ماهر، حضرتك كنت بتشكر في احمد سامي. ايوه ماشي، أحمد مع سامي. الاثنين دول أحمد سامي. كويسين. خالد جلال، انا بتكلم في بص ده. انا ما هو دول هكلمك. بص، مع اول ما بيحصل كبوه بيمشوا الناس دي ويروحوا يجيبوا لك الحرس القديم. احمد سامي انا جبته كتير معايا في البرامج، من احسن الناس. انت عارف ايه اللي بيتكلم في الكوره كويس قوي كمان؟ يبقى مدرب 10/10. امير عزمي مجاهد. وامير عزمي. امير عزمي مجاهد حته ولد. انا كنت بجيبه يا رضا معايا لما انت كنت بتيجي معايا. هو ماسك السكه الحديد. لا فكر. انت عارف اللي عنده مين فكر في الكوره؟ السقا. عبد الظاهر السقا مختلف. ما هو انت بتعرف ايوه عشان دول منين؟ احترفوا يا كابتن. بتعرف ما احنا دي مصيبتنا يا رضا. ما انت هو بقى انت مش عندك احتراف يا كابتن، ولا عندك اغتراف؟ بص يا كابتن، لا احتراف ايه بقى؟ ما انت عندك اللي بيدير المنظومه، المفروض انت من اول حازم امام وهاني رمزي واحمد حسام ميدو وياسر رضوان والناس اللي احترفوا، ومحمود ابو الدهب ومحمد عماره وعبد الستار، كل الناس دي كان المفروض الاتحاد يحتضنها ويبدا يثقلها في دورات تدريبيه يا كابتن. طب ما انت تودي ليه بقى؟ ادي ودي مدربينك واداريينك لا استنى بس هقول لك عشان يتعلموا يابا. ويشوفوا. لا يا كابتن، لا بعد اذن حضرتك، انا بقول النقطه دي ليه؟ لان اللعيبه دي احتكت بره. أيوة أنا عارف. انما انت ما توديش واحد ما خرجش من بلده وقمت جاي مطلعه مثلا المانيا وقول له روح ادرس، هيروح يبقى قاعد هناك عامل كده. انما الراجل اللي هو لعب واحتك هيبقى فاهم، هيبقى عارف، لان هو احتك بمدارس تدريبيه ونظام على اعلى مستوى. فلما هيجي في الدورات زي هاني رمزي كده وزي الناس اللي خدت، بس احنا طب ما هاني رمزي فشل في كل حاجه مسكها. ليه بس؟ هقول لك ما هو مش هاني رمزي، ميدو، مع احترامي لميدو انا بحب يا ميدو حبيبي جداً. ما نجحش مع ولا فرقه واحترف. يا حبيبي مش ماشي كده؟ لا انا بقول لك كان يسكروهم من هنا يا كابتن. يا يعني رضا. هاتهم الاول لمهم كده وابدا طلع 5 دورات يا كابتن. اقول لك هو بص، هو ميدو لما جه وبطل من نادي الزمالك كان خد شهاده؟ ده بطل مسك نادي الزمالك. ما ينفعش يا كابتن. في اوروبا بيعملوا كده. لا ما احنا في أوروبا قلنا في الدول الثقافه يا المتقدمة، كابتن. الثقافة. يا كابتن الثقافه. طب اقول لك على حاجه، ميدو وهاني رمزي انا شفت بعيني بيعملوا حاجات اللي هو كان بتحصل لهم هو لعيب كوره، بس احنا للاسف لسه مجالس الادارات ما وصلتش للحاجات دي.